كنا في تاريخ أبيض، اليوم البلدية قلبتنا إلى تاريخ أسود. الوضع صعب يا حج، نفسيات تعبانة في كل أصحاب المحلات. تعبنا يا بلدنا، اسمعوا صرختنا، 12 سنة ذبحتونا، ضعتوا ضيعتونا، صار لازم تسمعونا. مش راضي اهده، مش هين علي اهده اصلا. هذا قوت اولادي، مش هين علي اهده، هاني قاعد على بابه زي ما انت شايفني. بدهم يجرفوا سوق فراس ويلغوا الصفة الشعبية تبعته مكانته التاريخية عشان يعملوا هان سوق كبير، برضه الهدف منه الاستثمار. احنا يا عمي احنا مالناش عاطل نطلع من هنا اصلا، يطلعوا على عينينا، فهمت علي؟ هذا وهذا الحكومات قاعدة بتهدم التاريخ، تهدمش الأشخاص، لأنه الأشخاص بتروح وبتيجي، لكن التاريخ وعبق التاريخ راح زال. الله ينتقم منه لشر هالشورى. يعمروا لنا هان في نفس المكان، مش يقولوا لنا في نتفة ثانية. كان عمروا وعملوا وسووا هان. انا في فراس من ال84، انا مش هين علي هد فراس، لكن هذا امر واقع صار عندنا، لكن احنا حياتنا ومعيشتنا كلها من فراس. وخلص الحمد لله رب العالمين قرار وجاير علينا او صار او ضد او للاستثمار او لاي حاجه، لكن امر واقعي. انا قاعد بهد محل بيدي. هم يتمتعوا بالأموال وإحنا ما نلاقيش أموال، بس اللي بقدر أقوله. في ظل الظروف الصعبة هذه طلعونا بالإجبار بالإكراه. لما بيجي بيقول لك الوسيط هذا قرار من أعلى المستويات في غزة، والقرار نافذ. اشتغلوا معنا بالترهيب، طلعونا من هان من أجارب 300 دينار، غاد أجارب 600 و700 وب1000 دينار. طلعونا هان في محلات واسعة، أقل محل 6 في 4، رحنا غاد لقينا 3 متر في 2.5 متر. حياتنا كلها تدمرت، كل امالك اللي كنت بنيها ورزقتك هنا اليوم انقطعت. ايش بدك تعمل؟ امر واقع، امر واقع، قدر الله ما شاء فعل.